والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، دائما الشاذ الجبري يتعلق بالخلافة، لأن الله جعل عباده خلفاء في الأرض. أحببنا أم كرهنا لا تنتظم الأمة إلا بالخلافة. وهدرات هذه يبدا مجلس تأسيسي وبرلمان وواحد كل شيء، هدرات هراء في هراء، كل طائر يغني وجناحه يرد عليه. ما ترونهم في مجلس تأسيسي وفي تأسيس الدستور كل واحد يلوش في مصلحته، ومصلحة الشعب ضاعت. ولهذا الخلافة. الخلافة علاش؟ ما معنى خليفة؟ خليفة الله في الأرض. أرأيتم ربي كيف جعل في الأرض خليفته آدم؟ ما عملش انتخابات. خليفة الله في الأرض آدم دون آدم. وإذ قلنا للملائكة، الملائكة مش البشر، ربي أمرهم باش يسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. مش قالت الملائكة ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ جاوب المولى قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما يصلح البشر إلا البشر، إلا الخليفة، خليفة الله. لأن الملائكة في تصرفك أنت مولانا نحتاج نقول له أنت خاتم الملائكة لا تأكل ولا تشرب. شهوات الدنيا اللي تزيغك وتجعلك منحرف ما عندكش، بينما البشر عنده جميع الشهوات التي تغويه. فإن استطاع كبح جميع شهواته ورغبات نفسه فهو يصبح أفضل من الملائكة. لأن الملائكة لا تعصي، لأنها معصومة من البشر، لا تأكل ولا تشرب. واحنا بلينا الكل ومصايبنا لقمة العيش. هكي هي، نتعاركوا على لقمة العيش. وما أهلك البشر إلا بطونهم وفروجهم وشهوات أنفسهم. أقول لكم هذا ديما يتعلق بالخلافة. أريكم الخليفة الخامس بعد رسول الله عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز خليفة وقتها في دمشق، دمشق الشام اللي تشمل سوريا ولبنان ولبنان. خليفة المسلمين وقتها عمر بن عبد العزيز، لقبوه بالخليفة الخامس لأنه سار على منهج أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، فسمي بالخليفة الخامس لأنه سار نهجهم وشريعتهم شريعة الإسلام. هذا عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين. وين مقره؟ في الشام. الخليفة عمر بن عبد العزيز له والي على مصر. الوالي يأتي من حين لآخر دار الخلافة يحاسب ويحاسبه الخليفة عن تصرفاته في ولايته. هو يحاسب شعبا والخليفة يراقب. جاء والي مصر، والي مصر إلى عمر بن عبد العزيز فقدم عليه ليلا، يعني مجوع الخيل. خرج عمر بن عبد العزيز واستقبل وليه مصر، جلسوا لينظروا في شؤون الأمة وشؤون الولاية، ولاية مصر. فأشعل عمر بن عبد العزيز شمعة غليظة. الشمعة الغليظة ما فماش تيارة عربية. أشعل الشمعة الغليظة عمر بن عبد العزيز وأخذ يتحاور مع واليه عن شؤون ولايته مصر. ما قالوش نحوال مرتك ولا أولادك ولا التشريفات متاعنا. من نوع دخلوا في الموضوع، أشعل الشمعة الغليظة وبدأ الوالي يحكي عن ولايته وعمر بن عبد العزيز يسمع شؤون البلاد. وبعد أن أتم الوالي حديثه عن ولاية مصر وانتقل إلى الحديث الخاص، فقال للخليفة عمر بن عبد العزيز كيف حالك وحال زوجك وحال أبنائك؟ فهرع الخليفة عمر بن عبد العزيز
ونفخ على الشمعة الغليظة وأطفأها، وأخذ شمعة رقيقة وأشعلها أمام الولي. فقال الولي: أيها الخليفة، لما تفعل هذا؟ قالوا: كنت تحدثني عن المصالح العامة، عن مصلحة الأمة، والشمعة الغليظة من بيت مال المسلمين، وكنت تحدثني عنهم. لما انتقلت إلى الحديث الخاص سألتني عني وعن زوجتي وأبنائي، أشعلت الشمعة الرقيقة لأنها من مال الخاص. انظروا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز كيف يتقي الله في شمعة، الشمعة الغليظة أوقدها أطفأها. انتهى الحديث عن المسلم وعن شؤون المسلم، وأشعل الشمعة الرقيقة خاتم في ماله، وهو اشتهر عنه، واقرأوا عنه في التاريخ. كل ما يلقاه في القصر يقولوا شنو هذا؟ يقولوا هذا الخليفة. يقول لهم: ردوا هذا إلى بيت المسلمين، ردوا هذا إلى بيت المسلمين. حتى الخدم يقول: ما عندي زوجتي تخدمني. أرأيتم الخلفاء كيف يتقون الله في شمع؟ هذه قصصتها عليكم اليوم من التاريخ القديم، من الخليفة الخامس بعد رسول الله عمر بن عبد العزيز. وأقول لكم من الحديث وقت الملك فاروق ملك مصر. مصر ثارت على الملوكية، نعم، على الملك فاروق كشأن الثورة، لكن وقت الملك فاروق كان يكرم العلماء في ليلة القدر كما كان يفعل رؤساء تونس وغيرهم. هذا قلت لكم على المنبر. يستدعوني ما نمشيش. العشاء اللي يعملوا الوالي في نابل، ايش نقول لكم على المنبر؟ نقول لكم: انتم أئمة الوطن القبلي في 120 ليلة القدر واسطة عقد الشهر، تخليوا جوامعكم وتمشيوا لولاية نابل باش تتعشوا وتاكلوا كعبة بريك وتحت شربة، ما عندكمش في دياركم هذا. ثم أسألكم وأنتم أئمة تعظون الناس: هل سألتم أنفسكم الطعام الذي أكلتموه حلال أم حرام؟ الوالي يندرى أطعامكم مأدوبة العشاء من جيبه الخاص ولا من مال الدولة؟ إن أطعمكم من ماله الخاص فقد أطعمكم الحلال، وإن أطعمكم من مال الدولة فقد أطعمكم الحرام. وانتم صايمين ليلة 27 رمضان، ليه تاكلوا الحرام؟ خطبت على المنبر. زين العابدين مشى السلامي مفتي، قالوا الدبر صحيح ولا لا؟ قالوا: صحيح. قالوا: مش تقول ليش؟ قالوا: من خاف منك. قالوا: انا لقيت بوغيبة يعمل مآدب العشاء في الولاية، عملت كيف؟ شاف المنهج زي العابدين عملته في الولاية. قالوا: انا ما نعرفش، انا رئيس دولة، انت ترشدني. قالوا: ما نرشدكش، نخاف منك. شفتوا ما يحطوا مفتي الا ما يكون موالي لهم. لازم تعرفوا هذا، الا ما يكون موالي لهم. مش هذا الحديث. الملك فاروق موجود، أقام مأدبة عشاء لأئمة الأزهر. وشكون شيخ الأزهر وقتها؟ تونسي من الجريد، الشيخ الخازري الحسيني، وكان شبيها بالأولياء، علم وتقوى. شيوخ الجامع الأزهر قالوا له: امشي تعشى معانا يا شيخنا على مائدة الملك فاروق. قال لهم: مالي ومالي مائدة فاروق، امشي، تحبوا تمشيوا انتم مشيوا، انا ما نمشيش. يعني كيفاش انت شيخنا وشيخ جامع الازهر وما تمشيش معانا؟ ما نمشيوش احنا معنا. بداوا يلحوا به، اثروا عليه، فذهب معهم لتناول الافطار على مائدة الملك فاروق. ذهب الخضر الحسين بشريد شريدي، خضر الحسين بلد في مصر هذه، هو شيخ الازهر، مشى هو وعلماء الازهر. كيف انتصبت المائدة قالوا له: تقف في تجلس في رأس المائدة تشريفتين، وملك فاروق ما